رونالدو الغاضب لحكم الديربي: القرار دائما ضدي، لماذا الجميع ضدي؟ هكذا قال كريستيانو رونالدو لحكم المقابلة اليوم فريق النصر السعودي لعب الديربي ديالو امام فريق الشباب. هو ديربي بمثابه مباراه قويه لجمعات هاد الفريقين في الدوري السعودي، لكن هاد الدوري هذا كيف كتعرفوا بعد المجيء ديال كريستيانو رونالدو فتغير راسا على عقيل. واليوم غادي نشوفوا على ان رونالدو قدر انه يقود فريق النصر ديالو باش يكتسح فريق الشباب ب4-0 بحيث انه ماركا جوج ديال البيوتا، جوج ديال البيلانتيات، وماركا الهدف الثالث برأسية مركزة. لكن الحكم مقابلة الغى الهدف الثالث ديالو. من بعد غيماركي لينا اللاعب ساديو ماني الهدف الثالث، والهدف الرابع غادي يسجلو اللاعب السعودي سلطان الغنام. وبالتالي فكريستيانو رونالدو الى حدود الساعه سجل 5 ديال الاهداف في دوري الروشن لموسم 2023، وبالتالي فهو في الصداره، وكيجي في المرتبه الثانيه حمد الله بالاضافه الى اللاعب مالكوم اللي كيلعب في فريق الهلال السعودي. كريستيانو رونالدو اليوم تعصب بزاف 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 ملي مسجل الهدف الثالث ديالو براسو. لكن ما حدث هو ان الحكم المقابله الامريكي من اصول مغربيه رفضوا بداعي دفع كريستيانو رونالدو اللاعب ملي كان بغى يماركيه بالراس ديالو. كريستيانو رونالدو كيتواصل الترتيب الثاني في العالم كأكثر لاعب سجل في خلال موسم 2023، بحيث أنه إلى حدود الساعة ماركا 28 هدف في موسم في سنة 2023. والمرتبة الأولى كيجي فيها إيرلين هالاند لاعب مانشستر سيتي اللي سجل 31 هدف بفارق 3 أهداف. كريستيانو رونالدو كان بإمكانه أنه يماركي الهارتريك من بيلانتي، لكنه أعطاه اللاعب السعودي اللي ضيعوا بهذا. ما تنساوش خلنا جيم لايك لهذا الفيديو. الى اللقاء.